الصياعة أدب مش هز كتاف، والكلام ده بينطبق على بارميجاني فلوري. بالنسبة للشخص العادي حلمه يلبس رولكس أو باتيك فيليب، وحلمه مش قليل، لكن الكوليكتورز التقال اللي بيكون عدى مرحلة الرولكس وباتيك فيليب بيشوف إن بارميجاني فلوري كأنها انتلكتشوال لاتشري، رفاهية فكرية. القصة من بدايتها كان في راجل اسمه ميشيل بارميجاني، كان بيصلح الساعات القديمة والأنتيكات اللي ما كانتش بتشتغل خالص، وحتى المتاحف العالمية والكوليكتورز التقال حوالين العالم كانوا بيكلموه لما أي أنتيكة أو أي ساعة عندهم من 300 سنة أو من سنين كتيرة تعطل عندهم. ومن هنا بدأت قصة بارميجاني فلوري. البراند ده بالذات تحسه ملوش دعوة بالماركتينج، شغال في صمت، وأحدث إبداعاته اللي شفناها مؤخرا في ووتشز اند وندرز 2026 توندا بي اف كرونوغرافز ميستري. والساعة دي انت لما تشوفها هي عادية خالص زي أي ساعة تانية، بس الحقيقة هي نينجا فيها شوية كومبليكيشن خرافي. السر في الساعة دي كلها هي الموفمنت اللي موجودة جواها. معظمنا عارفين ان معظم ساعات الكرونوغرافز بيكون دايما فيها فانكشن زيادة، زي البوشرز اللي بتكون موجودة، وكمان العقارب الزياده والسب دايلز اللي بتكون موجوده في الدايل. لكن لما تبص على ساعه بارميجاني ميستري مش هتشوف غير ساعه عاديه ودايل عادي وعقارب ستاندرد خالص. والحقيقه ان الساعه هي اصلا كرونوجراف. فازاي؟ السر في الساعه دي ان الكرونوجراف اللي موجود فيها هو مستخبي لغايه لما انت تحتاجه. في زرار واحد اسمه مونو بوشر عند الساعه 7:30، ولما بتدوس على الزرار ده انت بتديها امر ان هي تعمل حركه ميكانيكيه. بالنسبه للثلاث عقارب الثواني والدقائق والساعات بيرجعوا كلهم لغايه الساعه 12 وبيشتغلوا كأنها كرونوجراف. لكن المفاجأة ان بيظهر طقم عقارب تاني كانوا مستخبيين تحت العقارب الرئيسية، ودول بيظهروا علشان يكملوا عرض الوقت الفعلي. مش هتشغل الكرونوجراف وتتوه، يعني مش هتعرف الوقت. خلينا متفقين ان مش كتير دلوقتي هيستخدم الكرونوجراف فانكشن، بس انه عقلك لما يبص على جمال الموفمنت اللي موجودة جوه الساعة هنا الفكرة. واول ما تخلص استخدام الكرونوجراف الساعة بترجع لحالتها الطبيعية تاني وبتشتغل عادي تاني خالص. محتاجين نسأل ليه الكوليكتورز التقال بيحبوا بارميجاني فلوري؟ لان اول حاجه مش البارميجاني قعد يصلح الحاجات اللي ما كانتش ينفع تتصلح خالص لفترات طويله، ففاهم كل حاجه متركبه ازاي وبتتصلح ازاي ومعموله اصلا ازاي. وكمان معظم البراندات بتشتري الموفمنت بتاعتها من مصانع تانية، يعني مش ان هاوس. لكن بارميجاني فلوري هي جزء من منظومه متكامله بيمتلكه مصنع اسمه فوشا، واللي اصلا بيصنع مكن لبراندات تقيله زي اوديمار وريتشارد مان. يعني ببساطه انت لما بتشتري من بارميجاني فلوري فانت بتشتري من السورس. خلينا نتفق في النهايه ان بارميجاني فلوري هي بتحترم وقتك وعقليتك. هي ساعة معمولة للشخص اللي بيشوف الجمال في التفاصيل اللي ما يقدرش يشوفها اي حد تاني. بارميجاني مش بقانون ان ارقى حاجة ممكن تعملها انك تحافظ على السر بس كده. فخلينا متفقين ان بارميجاني عرف يطبق ان الصياعة ادب مش هز كتاف. انا معتز وبحب الساعات، ولو حبيت المحتوى ده ما تنساش تعمل لي فولو علشان اشوفك الفيديو الجاي. سلام.